السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا في ضيافة النهارده في ناسنا واهلنا في صمود عند عم الشيخ عبد الرحيم ابو عبد الرازق. ناس صمود الطيبين. طبعا احنا معزومين النهارده بمناسبة ايه بالضبط؟ لسيادة النائب احمد الدربي عم الشيخ عبد الرحيم عامل العزومة دي وناس صمود جميعا. فالراجل دعانا بالمناسبة دي واحنا الحمد لله تواجدنا وتواجدت البلد كلها، فاحنا حبينا من منطلق ده نعمل الفيديو ديتي لانه ناس صمود بامانه، يعني يستاهلوا الكثير والكثير عشان الانسان يتكلم عنهم. ومهما تكلمت عن ناس صمود والعائلات اللي داخل صمود والبيوت اللي داخل صمود يبقى برضك انا ما وفيتش حقهم والله، لانه ناس صمود بامانه اللي عملوا ناس صمود عملوا مع السيادة النائب احمد الدربي. والله العظيم صراحه نقعد نتكلم عليه شهور وسنين، ودي هتترد لهم في اولادهم انه يوقفوا مع ولدهم ويتحالفوا مع ولدهم عشان ولدهم ينجح. احنا الحمد لله ناس صمود بالذات ما عندهمش العنصريه ولا عندهمش حكايه قبليه، انا من بيت فلان، كلها راجل واحد. عشان كده ولدهم نجح ليه؟ عشان ضميرهم كل واحد فيهم ضميره ابيض، كل واحد فرحانين بيه. عمرهم ما كان عندهم اللقم ولا عندهم الخبز ولا عندهم الفتنه ولا عندهم كنت تشوف على النت دي والارتياح والطيبه في قلوبهم. فعشان كده انا موجود وسط ناسي واهلي. اعتبر بلدي الثانيه صمود والله. وبإنسان واحد مين نجح مين خدم مين نجح مين خدم أبسط واحد صمود يا بيه، صمود في الدربي يا بيه. وربنا يولي من يصلح ان شاء الله. وسيادة النائب مش هيقصر مع مركز ابو تشت وفرشوق وقرى مركز ابو تشت وفرشوق، وان شاء الله مش هيقصر مع ناس صمود واحد بس. ونقول ان شاء الله الحاج عبد الرحيم بارك الله فيك على العزومه الطيبه دي، وبارك الله فيك انك انت محب لسياده النائب احمد الدربي ومحب لاهلك ناس صمود. بارك الله فيك. بارك لك حق بيومك.